الناس بتخسر فلوسها في الاستثمار مش عشان السوق صعب، لكن عشان بيبدأوا غلط. أكبر كذبة إن السوق صعب، لكن الحقيقة لو أنت المبتدئ الذكي اللي بيدور على طريقة آمنة، الفيديو ده اتعمل مخصوص ليك. جاهز تغير حياتك؟ السلام عليكم يا أصدقائي أبطال الوعي المالي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. النهاردة جاي أكلمكم عن أكبر حاجز بيمنع ملايين الناس إنها تبدأ رحلة الثراء والحرية المالية: الخوف من المخاطرة في الاستثمار. كتير منكم يجي لي يقول يا دكتور أنا فاهم أهمية الاستثمار وفاهم إنه مستقبل، بس أنا خايف أحط فلوسي وتضيع، خايف من التقلبات، خايف ألبس في الحيطة. هل في طريقة أبدأ بيها استثمار بمخاطر قليلة؟ هل ده ممكن أصلا؟ الحقيقة يا جماعة إن مفيش استثمار بدون مخاطرة تماما. حتى فلوسك في الدرج فيها مخاطرة، التضخم بياكلها زي ما اتكلمنا، لكن في فرق كبير بين المخاطرة الذكية والمخاطرة العامية. النهاردة هوريك إزاي تبدأ رحلة استثمار كمبتدئ ذكي، ازاي تستثمر وتنمي فلوسك بأقل مخاطرة ممكنة، وخطوات عملية تقدر تطبقها من النهاردة. فاكرين لما قلنا ان كل حلقة هي قطعة من بازل الحرية المالية؟ في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن ليه فلوسنا بتخلص والتضخم والفرق بين الادخار والاستثمار، وكمان لو معاك 1000 جنيه تعمل بيها ايه، واخطر 5 عادات مالية، والفرق بين الاستثمار والمضاربة والقمار، واهمية صندوق الطوارئ، الاخطاء اللي ما تتصلحش، وان الحرية المالية خطة. النهاردة دي قطعة البازل رقم 11، ودي القطعة اللي هتديك الادوات العملية عشان تحول كل الكلام ده لواقع آمن ومدروس. هات فنجان قهوتك وركز معايا جدا جدا جدا، عشان بعد الفيديو ده خوفك من الاستثمار هيتحول لحماس مدروس. يلا بينا. اكيد في ناس بتخسر في الاستثمار. طب ده بيحصل ليه؟ يا اما داخلين بيضربوا وفاكرين انهم بيستثمروا، فاكرين حلقه الفرق بين الاستثمار والمضاربه والقمار، يا اما ما عندهمش علم وبياخدوا قرارات عشوائيه او مبنيه على نصيحه صحابهم. تالت حاجه، يا اما ما فيش عندهم صبر ويطلعوا من السوق اول ما الاسعار تنزل شويه. لكن في طريقه تانية خالص، طريقه بيبني بيها الاغنياء ثرواتهم بذكاء وبخطوات ثابته ومدروسه. الطريقه دي هي اللي اسمها الاستثمار قليل المخاطر للمبتدئين. هقدم لك 5 قواعد ذهبيه لو طبقتها هتبدا تستثمر بثقه وباقل مخاطر ممكنه. القاعده الاولى: الاستثمار في نفسك اولا هو الامان الاعظم. ليه؟ لان اعظم اصل عندك هو عقلك ومهارتك. اي فلوس هتحطها في تعليم جديد، في كورس متخصص، في كتب هتزود معرفتك وخبرتك، العائد منها ممكن يكون اضعاف مضاعفه ومش هيخسر ابدا. مثال: ال1000 جنيه اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الحلقه قبل كده، لو حطيتها في كورس هيزود فرص عملك او مهارتك، ده امان ليك. بعد كده دي حمايه ليك ضد الاخطاء اللي ما تتصلحش، ودي اساس زياده الدخل اللي هو ركن اساسي في الحريه الماليه. القاعده الثانيه: التنويع او التوزيع. ما تسيبش بيضه كله في سله واحده. ليه ده مهم؟ لان دي اهم قاعده، هو تقليل المخاطره. تخيل ان معاك 100 بيضه وحطيتهم كلهم في سله واحده، لو السله وقعت كل البيض هيتكسر، لكن لو وزعتهم على 10 سلات، لو سله وقعت لسه معاك 9 سلات. ازاي تطبقها؟ نوع اصولك، ما تستثمرش كل فلوسك في الاسهم بس او العقارات بس، ممكن جزء في الذهب، جزء في الاسهم، جزء في العقارات لو الميزانيه بتاعتك تسمح. تاني حاجه: نوع في الشركات والصناديق الاستثمار. لو هتستثمر في اسهم ما تشتريش سهم في شركه واحده، اشتري في صناديق استثمار متنوعه اللي هي اندكس فاندز او ETFs اللي بتجمع اسهم عشرات او مئات الشركات. تالت حاجه: لو تقدر نوع جغرافيا، مش كل استثماراتك في بلد واحده. هنتكلم عن الموضوع ده في حلقات تانية ان شاء الله ليتر. النقطه المهمه: الهدف هنا لو اصل او قطاع معين نزل، الاصول التانية ممكن تكون بتعلى، فده بيوزن المخاطر بتاعت التاني. القاعده الثالثه: المدى الطويل سلاحك السري. ليه ده مهم؟ لان الاستثمار مش سباق سرعه يا جماعه، ده ماراثون. على المدى القصير الاسواق ممكن تتقلب كتير، تطلع وتنزل، وبتشوفوا طبعا اللي بيحصل في امريكا وبتشوفوا اللي بيحصل في كل حته. لكن على المدى الطويل 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، الأسواق ليها تاريخ طويل إنها بتنمو وتتغلب على التضخم. طب إزاي تطبقها؟ ابدأ واستمر. حتى لو السوق نزل ما تخافش وتبيع بخسارة، خلي فلوسك في السوق عشان قوة العائد المركب تشتغل وتكبر معاك. ده الفرق الجوهري بين الاستثمار والمضاربة اللي اتكلمنا عنها في حلقة قبل كده. القاعدة الرابعة: المتوسط التكلفة بالدولار أو الدولار
كوست افريجنج، وهو ده الاستثمار المنتظم. ليه مهم؟ لان دي طريقه ممتازه للمبتدئين، انا بعملها لحد النهارده عشان يشيلوا العواطف من قرارات الاستثمار تماما. ازاي بتشتغل؟ بتحدد مبلغ ثابت تستثمره كل فتره زمنيه معينه، مثلا 1000 جنيه كل شهر، بغض النظر عن سعر الاصل ده عالي ولا واطي. الميزه لما السعر بيكون عالي بتشتري عدد وحدات اقل، بس لما السعر بينزل بتشتري عدد وحدات اكبر، وده معناته ان بيخلي عندك متوسط سعر الشراء بتاعك على المدى الطويل منخفض، وبيحميك من انك تحط مبلغ كبير جدا مره واحده والسوق ينزل بيه. ده بيخلق عاده ماليه صحيه. القاعده الخامسه، الاستثمار في الاصول اللي بتفهمها، ما تشتريش ابدا في اللي ما تعرفوش. دي النصيحه بتاعت كل المستثمرين، وارن بافيت، بيتر لينش وغيرهم. ليه دي مهمه؟ لان كتير من الناس بتخسر عشان ما بتستثمرش في حاجات عارفاها. ازاي تطبقها؟ استثمر في اللي تفهمه. لو ما بتفهمش في مجال معين ما تشتريش اسهم شركاته. يعني انا مثلا ما بشتريه في شركات الماليه والبنوك. ابدا بالاصول التقليديه والواضحه، الذهب، فيزيكال او صناديق متخصصه. تاني حاجه صناديق المؤشرات اللي هي الاي تي افس او الاندكس فاندز، دي بيتبع سوق كامل، يعني مثلا زي اس بي 500 او غيرها. تالت حاجة العقارات لو ميزانيتك بتسمح. ابعد عن الهايب والوعود الخرافية. لو في حاجة الكل بيتكلم عنها وعايز تطلع 1,000,000% في يومين، افتكر البيتكوين والارتفاع بتاعه الدائم. غالبا دي مخاطرتها عالية جدا او قمار صريح. الاستثمار يا جماعة مش لعبة حظ ولا محتاجة عبقرية، هي محتاجة معرفة وصبر وانضباط. لو طبقت القواعد الخمسة دول، الاستثمار في نفسك، التنويع، المدى الطويل، المتوسط التكلفة بالدولار اللي هو الدولار كوست افريجنج، الاستثمار في الاصول اللي تفهمها، هتكون بتبني طريق ثراء آمن ومستدام، وهتحمي نفسك من معظم المخاطر اللي بتواجه المبتدئين. يا صديقي دلوقتي مفيش عذر للخوف من الاستثمار. انت عرفت ازاي تبدأ صح وازاي تحمي فلوسك. القرار بين ايديك. هتفضل خايف ومقلق ولا هتبتدي رحلتك بثقة وذكاء؟ لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجة جديدة او غير تفكيرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل لأكبر عدد من الناس اللي محتاجة المعلومة دي. واكتب لي في التعليقات تحت ايه اكتر قاعدة من دول هتطبقها من النهارده، وايه اول استثمار قليل للمخاطر تفكر فيه. شاركني رايك. انا دكتور محمد حسين، اشوفك على خير في الحلقات الجايه عشان نكمل بناء بازل الحريه الماليه خطوه بخطوه. خليك غني وغير عاداتك الماليه. السلام عليكم.